والله انا مش مستغرب، او انا كنت مستني الماتش دوت، وكنت او مستني النتيجه دي، وكنت مستني الأسوأ منها كمان. يعني انا كنت مستني ان الزمالك يخسر مش يتعادل، وفعلا كان هيخسر النهارده وكنا هنخسر. دي نتيجة التخبط الإداري من مجلس الإدارة. دي نتيجة عدم تحمل اللاعبين المسؤولية، وده برضو بسبب مجلس الإدارة. يعني مفيش لعيب في الدوري المصري لغاية دلوقتي، والله أعلم يعني بقية الأندية، بس يعني مفيش لعيب تقريبا بنسبة 90% ما خدش المقدم العقد بتاعه إلا لعيبة الزمالك، اللي هما إيه، إحنا بندور بقى نجدد لزيزو بكام، وهنجدد له إمتى، ومش هتتين أمه. يعني بكرة هنقعد بعده هنقعد، طب أنت عايز كام، طب أنت مش عارف إيه. آه، اللعيبة بتلعب من غير نفس، اللعيبة بتلعب مش قادرة تجري ومش عايزة تجري. اللعيبة كلها مستواها نازل بقالها ماتشين تلاتة، يعني الماتش اللي قبل اللي هو الأخير لجوميز، والماتش بتاع المصري، والماتش بتاع النهاردة. هو بس يعني اللي نفعنا ماتش المصري كان المصري فاتح مش فاتح يعني، رخامته أو كواليتي اللعيبة اللي فيه مش زي بتاع سيراميكا. سيراميكا أقوى يعني كلعيبة وككواليتي لعيبة، ومدرب مطور مستوى اللعيب. سيراميكا احسن. آم، النهارده سيراميكا يعني بقى ايه يعني، يعني احنا يعني مش ناقصه، يعني هما يعني يعني كفايه ضرب. يعني احنا اصلا فينا اللي مكفينا. جاي سيراميكا النهارده جاي يغير اسلوب ايمن رمادي، جاي يغير اسلوب لعبه، جاي يغير طريقه لعبه، غير اسلوب الضغط، غير اسلوب الخروج بالكوره، غير اسلوب الدفاع، غير كل حاجه النهارده. وده الاحسن، يعني ده الاحسن لسيراميكا. يعني لو سيراميكا لعب كده قصاد كل فرق الدوري، انا بقول لك يعني اكاد اجزم ان سيراميكا ممكن ياخد الدوري، او على الاقل على الاقل هينافس على الثلاثه الاولانيين، اول تاني تالت. سيراميكا النهارده لا، قابل الزمالك من نص الملعب، قفل، بيلعب على المرتده. يعني فرقه تانية خالص. الاول سيراميكا كان بيضغط من قدام، بيضغط من على المدافعين وحارس المرمى من قدام. اللعيبه كلها واقفه من نص الملعب، في نص الملعب، الدفاع بخط النص بخط الهجوم كلهم في حوالي 30 35 40 متر من على دايره السنتر، من على دايره السنتر بتاعه نص الملعب والسنتر نفسه، وقدام دايره السنتر كلهم واقفين كده. النهارده اللعيبه كلها راجعه لورا، واقفين على ال 18، سايبين الكره للزمالك. العب براحتك، كده كده انا هقفل عليك المساحات، هقفل لك عمق الملعب، قفل النهارده عمق الملعب. مفيش. فين النهارده عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد النهارده كان وحش، ميس باص كتير. زيزو، فين زيزو؟ ليه؟ زيزو لاعب بتاع مساحات، ترميله الكوره في المساحه. هحفظها لكم تاني علشان ايه تقعدوا تكرروا كده كل ما تتفرجوا على الزمالك قدام فرقه مقفله، والمدرب يحط زيزو كصانع العاب، بعد كده يفوق شويه، اعرفوا الكلام ده. زيزو لاعب بتاع مساحات، اديله الكوره واحد على واحد في المساحه الفاضيه، هيقتحم المساحه وهيبقى خطير، وهيعمل عرضيه بالمقاس، هيشوط، هيخش ياخد ضربه جزاء. زيزو مش صانع العاب، مش تديله الكوره هو يلعب الفرقه، ده هو زيزو محتاج واحد يلعبه. فالنهارده ايمن الرمادي حط ثلاثة على زيزو وعمر جابر، ونص الملعب عمل ستاره، رجع المهاجمين بالوينجين بصانع الالعاب بتاعهم بالثمانيه بتاعهم، عمل ستاره. مفيش باص هيتضرب بين الخطوط. هترمي لي كره عاليه على سيف الجزيري، هطلع اخدها من المدافعين بتوعي. فمش هوريك نور، مش هوريك نور النهارده. ده اللي عمله ايمن الرمادي وسيراميكا كان كليوباترا النهارده. طب انت بقى كالزمالك بقى، ده الرد الفعل بتاع سيراميكا، انت بقى رد فعلك فين؟ اللعيبه كلها مستوى واقع، كل اللعيبه ميس باص. مصطفى شلبي اسوأ ماتش ليك النهارده من بدايه الموسم ده. يعني انت الماتش اللي فات
كنت حلو جدا، كنت كويس جدا، كنت نشيط جدا، كنت بترجع تدافع، كنت واحد على واحد بتعدي. النهارده بيتقفل عليك بواحد والتاني، فخلاص ده اخرك. ده مصطفى شلبي، ده اخرك. انت عايز تلعب في فرقه صغيره، علشان الفرقه الكبيره لما يلعب فرقه كبيره فيكون في مساحات في الظهر، فتبقى دايما واحد على واحد ومفيش حد بيغطيه، فانت هتزق الكوره وتجري من جنبه، بقيت لعيب خطير. لا، لا، الزمالك مفيش الكلام ده. فرق الدوري كلها هتلعبك زي ما لعب سيراميكا كده النهارده. وايمن رمادي كده غشش الفرق التانية طريقه لعب طريقه اللعب قدام الزمالك، اعطاهم ورقه الاجابه على الجاهز. عايز تلعب الزمالك، عايز تكسبه لو انت فرقه نص نص، او عايز تتعادل معاه لو انت فرقه صغيره، اعمل زي ما انا عملت النهارده. ايه في الاطراف، واعمل ستاره دفاعيه من اول نص الملعب، وسيب الكره للزمالك. الزمالك اصلا ما فيهوش بن شرقي، ما فيهوش اسمه ده اوباما لما كان في مستواه، ما فيش عبد الله يعني مستواه نزل، ممكن اجهاد وده وارد وحقه. عبد الله محتاج يريح على الاقل، على الاقل ماتش واحد يقعد بيطلع بره السكور، ياخد نفسه. زيزو نفس الكلام محتاج، بس ما يعني ما باليد حيله، مفيش. مش لاك ده ما يعتمدش عليه. ناصر ماهر لاعب حريف، بس لاعب كثير الاصابات. ناصر ماهر من هو في الاهلي، مش بقى مش فيوتشر او ايا كان، من هو في الاهلي لاعب كثير الاصابات، عشان كده ما كانش بيلعب دايما بصفه مباشره، فالاهلي مشاه مع الزن بتاعه طبعا ان هو عايز يلعب، فالاهلي مشاه راح فيوتشر، لعب شويه، كان برضه بيتصاب كتير وبيلعب شويه، حب يجي الزمالك. واحنا يعني انا بحب ناصر ماهر، وهو لعيب حريف، بس برضه مش اللاعب اللي يديك 6 7 8 ماتشات ورا بعض، بغض النظر عن ال6 7 ماتشات هو مستواه فيهم ايه يعني، عشان يديهم لك اصلا ممكن بعد ماتشين 3 يتصاب. مش بقولك هيديك 6 7 ماتشات، بس يعني ايه مستواه يبقى كويس في شويه ويبقى مذبذب في شويه، لا ده ممكن ما يديكش 7 ماتشات اصلا. فناصر ماهر برده من اللعيبه اللي يلعب ماتش التالت تبتدي تطلعه ريحه، واصلا الماتشين اللي بيلعبهم الثلاثه بيتغير في الدقيقه 70 لو 75 لما كان جوميز كان موجود وكان بيغيره. فإلى مجلس الإدارة هكرر تاني، إلى مجلس الإدارة هكرر تاني، مش أول مرة هقولها، هكرر تاني. ادوا اللعيبة مستحقات قبل ما تفكروا تشتروا لعيبة في يناير وتجددوا لزيزو بالمبلغ اللي هو عايزه. أول حاجة ادوا اللعيبة مستحقات بتاعتها، خدوا قروض من البنك، خدوا قرض من ممدوح عباس، اتشقلبوا. اللعيبه تاخد على الاقل يا عم ال 25%، اللي احنا خلاص احنا داخلين على المفروض ان هم ياخدوا النسبه الثانيه 50%، اللي هي بتاعت يناير. في مقدم عقود قبل ايه بتتاخد في شهر 7 8 9، وفي 25% تانيين في شهر يناير، و25% في اخر السنه، مع 25% نسبه مشاركه. دي التقسيمه العقد بتاع اي لاعب في الدنيا، اربع ارباع. المقدم ما خدوهوش وداخلين على النص. فعلى الاقل سكت اللعيبه، عرفهم ان انت مقدرهم، عرفهم ان انت مهتم بيهم وهتهتم بيهم وملتزم معاهم، اديهم ال 25% الاولانيين. بعد كده تاني خطوه جدد لزيزو، تالت خطوه جدد لمسلوسي والونش وعبد الله السعيد، وخلي اللعيبه تبقى ذهنها صافي مركزه في الملعب بس. رابع خطوه دور هات صفقات، ما تخافش من ضغط الجمهور، ما تخافش من الاعلام، ما تخافش من السوشيال ميديا اللي عايزين صفقات عايزين صفقات عايزين صفقات، وانت اصلا معكش تاكل، وتروح رايح تمشي ورا الناس وتدور على عيش فينو. لا، كفي بيتك الاول، كفي فرقتك، كفي لعيبتك، هينزلوا ياكلوا النجيله عشان انت مقدرهم، هتلاقي منهم نتيجه،
هيسمعوا كلام المدرب. المدرب هيبقى ليه عين يبص في عين اللعيب اللي قدامه، يعرف يزعق له، يعرف يشد عليه، يعرف يخصم منه. لكن انت اللعيبه معاش فلوس وما خدتش فلوس، بانهي صفه هتنفذ تعليمات مدرب؟ بانهي عين المدرب هيقدر يبص في وشهم؟ قدر الله ما شاء فعل. مش هتكلم اكتر من كده، وربنا يوفق في الماتشات اللي جايه. ومن هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى اشتراككم في القناه والمتابعه والدعم. السلام عليكم.